اهلا وسهلا بكم في قناة صلح واطلب نفسك. والنهاردة رجعنا لكم تاني في تكملة فيديو موتور المكنسة الكهربائية. هنبدأ مع بعضنا طبعا بعد ما غيرنا البلي. هنرجع نركب مع بعضنا واحدة واحدة. اول حاجة هنركب المبينة في مكانها بالشكل ده. طبعا احنا للعلم احنا بعد ما شلنا البلياية شقنا الظرف هنا، عملنا فيه تجويفة بحيث ان انا اقدر احمل هنا بمفك عادة، بحيث بكرة وبعد ان حبيت افك الوش تاني ما يتعبنيش. هنبدأ مع بعضنا واحدة واحدة. طبعا هو الموتور فكه وتركيبه بسيط، بس عايز تبقى على الهادي والرايق كده، متبقاش مستعجل عشان متوقعش في اي خطأ. طبعا ما ننساش دي لان دي مهمة جدا. اهو هنبدأ بعد كده نركب الوش. فاضل معايا الساقية، هي اللي لسه مركبش. طبعا هتركب الوردية دي تحت منها بالشكل ده كده، وهتركب دي فوق منها وفوق منها الوردية التانية اهو بالشكل ده. بعد كده تبدأ تربط الصامولة نفسها. طبعا في الحالة دي لو الصامولة عاملة معاك أزمة في الرباط، فاحنا عملنا حساب الكلام ده بالتجويفة بتاعت المفك العادة ورا. طبعا ما ننساش تركيب الشربون اهو زي ما فكيت. طبعا هتركب اهو بالشكل ده. هترجع بعد كده الوش دوت هيركب
معايا كبس بالشكل ده كده اهو. وبالشكل ده نبقى احنا ركبنا رمان البلي بتاع الماتور. طبعا هيفرق معايا في قوة الضغط، وهيفرق معايا في الصوت بتاع المكنسة نفسها. طبعا الكل اخواتي وكل حبايبي واسرة القناة والاخويا اللي بعت لي تعليق انه في اساليب تانية بدل المطرقة او التخبيط، فحضرتك هنا الوش ده مش هيطلع غير عن طريق المطرقة بالشكل ده. وبعدين انا عندي مكبس، انا قادر حتى البلي ما طلعوش قدام حضرتك، وعندي مكبس واشتغل عليه واعمل الشغل اللي انا عايزه على المكبس. انا قادر احمل المكبس بتاعي هنا وارفع عليه الوش ده. انا بجرب لحضراتكم الطريقة، وفي نفس الوقت اللي احنا بنعمله مفيش اي ضرر على الموتور نفسه. احنا بنخبط على الوش بتاع الصاجة اهو، الوش لا فيه اي ضرر، لا الضر ولا الموتور نفسه الهيكل بتاعه الضر، وبنرجع نركب تاني ونشتغل طبيعي عادي مفيش اي مشاكل. انا بس حابب ان انا اجرب لحضرتك المعلومة واخلي الدنيا قريبة بالنسبة لحضرتك. وكده احنا نبقى قفلنا موتور المكنسة. طبعا من اضرار رمان البلي اول حاجة الصوت العالي، تاني حاجة بيأثر على الملفات بتاعت الموتور، تالت حاجة بيضعف عزم الموتور نفسه، يعني الشفط هيبقى معايا ضعيف. لو رمان البلي تقيل وخشن جامد الشفط هيبقى معايا ضعيف جدا، مش هيبقى بالقوة او القدرة اللي انا محتاجها. زي ما هنشوف في مكنسة دلوقتي هوروها لحضراتكم، ثانية خليكم معايا. يعني عندي مكنسة بالشكل ده، دي باين سنك تمام. المكنسة طبعا الصوت عالي جدا، دي لسه ما اتعملهاش صيانة. هنغير رمان البلي بتاع الموتور نفس الوضع زي كده، وهنفك ونشوف الوضع ايه. طبعا من الاسباب اسمع الصوت كده بتاع المكنسة بيعمل ازاي، والشفط هنا هتلاقيه معايا ضعيف جدا. شبه ان هو مفيش شفط تماما، والمكنسة بتطلع معايا ريحة زي ريحة الشراء، زي سلك دارب او مشكلة في السلك او شربونات. فطبعا هنحل وهننظف الدنيا وهنرجع المكنسة شفط قوة شفط طبيعي تمام زي ما كانت في الاول. فطبعا ده من اعراضه رمان البلي، بيعمل معايا كده صوت المكنسة بيبقى ضخم جدا بالطريقة اللي انت سامعها كده، الشفط ضعيف جدا. واحب اقول لاي حد بيتابعني، انا اي معلومة بتبقى قدامي بديها ليك بكل امانة وبكل ثقة. انا ما بديكش اي معلومة بضللك فيها. بالنسبة للناس اللي بتكلمني بتقول لي الصامولة دي كانت مفكوكة وما كانتش مفكوكة، انا لو عندي مشكلة في الفك زي ما كانت عندي مشكلة في فك الظرف بتاع رمانة البلي من المبينة في الفيديو اللي فات، قلت لحضراتكم هنفور الظرف وهرجع لحضراتكم تاني. وبالفعل انا فورت الظرف بره بعيد عن التصوير، ورجعت وقلت لحضراتكم انا فورت الظرف ازاي. انا لو عندي مشكلة هنا في تفوير الصامولة، لكن انا حابب اشاركك في تفوير الصامولة انا فورتها ازاي في الفيديو اللي فات، وثق تماما ان انا مش هبخل عليك في اي معلومة، لان انا مش مجبر ان انا نديك معلومة او ما اديكش
ولكن كنا بنساعد بعضينا. وأحب أشكرك برضو على تعليقك وعلى اشتراكك في قناتي، وشرفتني. وكده نبقى احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.